كلنا عارفين قيمة الأب والأم في حياتنا، ومحدش يقدر ينكر إن وجود آبائنا وأمهاتنا في حياتنا لهم أثر كبير في تشكيل شخصيتنا. في فيديو النهاردة هقدم لكم قصص فنانين عاشوا أيتام. الفنان محمد عبده. ولد الفنان محمد عبده سنة 1949. توفى والده لما كان عمره 3 سنين، وتم إيداعه بدار أيتام بمنحة من الملك فيصل. رولا سعد. عاشت الفنانة اللبنانية رولا سعد تجربة مريرة مع اليتم. توفى والدها لما كان عندها 4 شهور، وبعد 1.5 سنة هجرتها والدتها هي وإخواتها من أجل الزواج، وتم إيداع رولا في دار الراهبات لحد ما وصل عمرها 16 سنة، وبعدها عاشت مع جدتها وعمها. الفنان الراحل خالد صالح. توفت والدته أثناء ولادته، وتوفى والده بعدها بسنوات، وتولى شقيقه إنسان رعايته، لكنه توفى بمرض القلب، وده نفس المرض اللي مات بيه الفنان خالد صالح. الفنان نور الشريف. الفنان نور الشريف ما شافش والده لأنه مات لما كان عمره 1 سنة، ووالدته كمان سابته واتجوزت، وتكفل برعايته هو وأخته عمه، واللي توفى أيضا بعدها بسنوات، وبعدها تولى رعايته عمه التاني اللي ساكن في حي السيدة زينب. ولما كان بيتكلم الفنان نور الشريف في أحد اللقاءات التلفزيونية كان بيقول: في طفولتي اتحرمت من عطف الأب وحنان الأم، واتأثرت جدا لما والدتي اتجوزت وبعدت عني، وكنت دايما بوجه اللوم ليها لأنها سابتني، لكني بعد ما كبرت أدركت إنه مش عدل لما تنتهي حياة أي ست بالطلاق أو وفاة الزوج. الفنانة غادة عادل. عاشت قصة غريبة جدا، لأنها فقدت والدتها لما كان عمرها 2 سنين تقريبا، ووالدها اتجوز واحدة تانية، وطول الوقت كانت غادة معتقدة إن الست دي هي والدتها، وساعتها كانت أسرتها عايشين في بني غازي في ليبيا. ولما كبرت غادة ورجعت للقاهرة عرفت كل التفاصيل لما كانت بتستخرج أوراق ليها. الفنان أحمد زكي. أحمد زكي بيشبه عبد الحليم حافظ في حاجات كتير من تفاصيل حياته. هما الاتنين من مواليد محافظة الشرقية، وهما الاتنين فقدوا آبائهم قبل ما يتموا 1 سنة من ولادتهم، لكن والدة الفنان أحمد زكي ما ماتتش زي والدة عبد الحليم، ولكنها اتجوزت بعد ما مات والد أحمد زكي، وجد الفنان أحمد زكي هو اللي رباه.